السلام عليكم الأخوات الإخوان، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. طالبك على الراس والعين اختي. بيت القصيد هو أن أم يانيس طلبت مني، قالت لي اختي حطي لك الوصفة لأن الناس محتاجينها، لكن اختي غير باش غادي نمونطيها وباش وراها أن بلي يكون في علم الإخوان والأخوات المتابعين ديالنا أننا كنديروا شي فيديو راه كنتعبوا عليه قسما بالله العلي العظيم. هاد الوصفة ديال الجدات وهذه مجربه من طرف زوج خالتي انا، وان شاء الله انتظروا الوصفه، انا غادي ننزلها عندي في قناتي. خوت الاخوات السلام عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير واحوالكم طيبه ان شاء الله. كنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف وبارك الله فيكم على الكومونتيرات الزوينه اللي كتقولوا في حقي، على المشاهدات، بارك الله عليكم. باينه من المشاهده ديالكم، من الكومونتيرات ديالكم اخواتي، لان كيف كنقولوا الصدق، الانسان الصادق كيكون باين. كنشكر لاله سعيده الدوديه، حوقه تمازيغ، اخت ورده روسيتا ورده من اسبانيا، الاخت وصفاتي مجربه، الاخت عالم، حسناء ورجاء، كنقول لكم شكرا لكم بزاف. اخت حوريه من فاس، كنقول لها شكرا لك اختي بزاف. ولدي كيقول لي كوثر تحيه لك اختي كوثر. حوريه من فاس، كنقول لك شكرا لك بزاف اختي. الله عليك حسنتيا، دائما تبارك الله الفيديوهات ديالك ما شاء الله دائما متألقة. كنتمنى لك التوفيق، وتحياتي الام ديالك والاخت فاطمه الصديقه ديالك. تبارك الله عليك، باينه من الناس اللي ما شاء الله عليهم، يعني المشاهده تبارك الله عليك، يعني باينه صادقه. واحد السيده اللي باينه من الهضره ديالها صادقه، فكنقدم لك تحيه كبيره ليك والناس ديال فاس والنواحي والناس ديال تاونات والناس ديال تيسا وكاع الناس المغاربه كاملين، كيف كتقولي من طنجة للقويره. فاليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الوصفات، اللي واحد الوصفه بعدا اللي عجباتني بزاف البنات وحمقات. الوصفه عجباتني بزاف بزاف ماشي شويه. اولا صحيه 100%، 100% البنات صحيه. بالنسبه للوليدات الصغار، السيدات اللي كيبغيو يزيدوا في الوزن، الناس اللي ضارينهم العظيمات ديالهم، المهم فيها بزاف الفوائد. انا غنشرحها لكم وانتوما غتفهموا. ها نتوما هاد الوصفه هذه البنات راه هي زوينه بزاف بزاف. مناش مصايبه. اولا البيض البلدي، ثانيا الفول، ثالثا الحلبه. ثلاثه ديال المكونات فيها. صايبتها لاله سعيده وقلت ليها ضروري ضروري غادي تحطيها لينا في القناه ديالك، باش الناس اكيد الناس اللي عندي انا واللي عندها هي يعني يشوفوها صراحه. السلام عليكم الأخوات الإخوان، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. والسلام على المتتبعين ديال الأخت أم يانيس. كنتمنى لكم مسيرة موفقة كاملين. كاع اللي غادي في شي طريق الله يكمل عليه بالخير، شي طريق ديال الخير الله يكمل عليه. تحت الطلب ديال الأخت أم يانيس، طلبتي مني اختي انا تحت الامر ديالك، يعني طالبك على الراس والعين اختي، حيت انا ديك الوصفه اني موجداها راها فاضيه ناضيه، ولكن اختي غير باش غادي نمونطيها وباش وراها ان بلي يكون في علم الاخوان والاخوات المتابعين ديالنا اننا كنديروا شي فيديو راه كنتعبوا عليه قسما بالله العلي العظيم. انك توازي ما بين البيت وما بين انك تصور وانك تمونطي وانك راه سي با فاسيل. راه يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم لا راه ما شنو كيدير اشنو، لا حنا كنخدموا ماشي كنبذلوا مجهود ونطلبوا الله التيسير، نطلبوا الله نلقاو الناس اللي كيتبعونا بالصدق وكيتعاملوا معنا بالصدق. بيت القصيد هو ان ام يانيس طلبت مني، قالت لي اختي حطي ديك الوصفه لان الناس محتاجينها، ديك الوصفه ان الناس باغيين ديك الوصفه لان وقتها هذا ولا بليبار ديال الناس راه في حاجه ماسه ليها، حيت هاد الوصفه راها ديال سنين ديال الزمن الجميل. هاد الوصفه ديال الجدات وهذه مجربه من طرف زوج خالتي انا. كتعاود الخاله ديالها فواحد الوقت، وبطبيعه الحال نخليها هي اللي تشرح لكم، يعني هي اللي كيف كنقولوا عاشت الحدث. هاد الوصفه ديال الجدات وهذه مجربه من طرف زوج خالتي انا.
هاد الوصفه ان شاء الله غادي نحطها اختي بكل صدق وامانه ان شاء الله. انتظريها، انا هي قلت لك موجوده فاضيه ناضيه، مي خصني غير نمونطيها ان شاء الله. وما شاء الله باذن ربي الاعلى تشافى وما شاء الله وتبارك الله رجعت له الصحيحه ديالو بهذا المكون هذا اللي هو الفول والحلبه والبيض البلدي. فكنشكرها بزاف كنتمنى تحط لينا الوصفه باش الناس يستافدوا منها، وكتصلح حتى للبرد. حنايا في هذا الوقت اللي كيكون البرد قاصح وكتدخل ليالي قاصحه، فراها مزيانه ومزيانه للوليدات. انا شخصيا حبيت الفكره نحطها لكم ونتمناكم تجربوها للرجال. النساء اللي ما عندهمش لابيتي ديال الماكله ما كياكلوش، عندهم نقص، تعطيها حتى للوليدات. الوليد ديري ليه واحد المعلقه في كويس ديال دانون وتعطيها ليه ياكلها، وغتشوفي الصحه تبارك الله اللي غادي تربى على ديك الوصفه. وحتى انت الاخت بلا ما تاكل داكشي ديال السيو هذه ما عندكم لاش، ديروا شي حاجه اللي هي صحيه ومجربه. وان شاء الله انتظروا الوصفه، انا غادي ننزلها عندي في قناتي. وشكرا مدام يانيس، الله يكمل عليك سنتي بالخير. قالت لي لاله سعيده، فهي ان شاء الله غادي تحطها لكم ان شاء الله. الانسان يشوف الصحه ديالو كيف كنقول انا، صحته هي الاولى ديالي. علاش؟ لا شي كيتعلم من شي، ماشي عيب الا تعلمنا من شي واحد، بالعكس. هذه الفكره الاولى اللي قلت لكم صراحه والله البنات اللي عجبتني بزاف، لانها وصفه صحيه 100% صراحه ديال الله. طيب على العربيه، انا راني بنت البديل. الوصفه الثانيه اللي بغيت نشارك معكم هو الغسول. اللي كيبغي الغسول بالنسبه للسيدات او شي واحد عندنا هنا في القناه كيبغي داير هادشي، مثلا كيبيع هادشي ديال المواد ديال التجميل وهكا الغسول، فراه هي هاد السيده هذه صراحه الله الغسول ديالها لا يعلى عليه، صراحه شي حاجه زوينه. والوصفه ديك لا كونتيتي اللي طلبتي مني ديال الغسول كنتسنى غير باش تنشف مزيان ان شاء الله، وراه هي غتكون في الطريق عندك، لان راه عندي واحد الكم هائل ديال الطلبات على الغسول راني خدامه فيه. وان شاء الله ملي غادي نشف انا كنحاول باش يكرم مزيان وابري غنصيفطو لك. تحياتي واحتراماتي لكل المتابعين ديالك. ملي كنفزقوه تبارك الله كتعطينا داك الريحه ديال القرنفل وديال سميتو الورد، تبارك الله دايره بالورد والقرنفل والاعشاب. الريحان تبارك الله دايره فيها شحال من عشبه دايره فيه. فانا كناخذو من عندها الصراحه ديال الله، انا كنبيعو وخديته من عندها. وان شاء الله ملي يتسالى ليا ويعجب الكليان ديالي فاكيد غادي نقول ليها تصاوبوا ليا مره اخرى. انا غنوريكم انا فاش درتو الخنيشات اللي درتهم فيه باش كان هكا كياخذوهم عندي السيدات اللي كيكونوا غاديين للحمام. المهم هذه فكره شاركتها معكم، وصراحه ديال الله هاد السيده هذه تبارك الله عليها عندها داكشي ديال الزمن الجميل، تبارك الله ما شاء الله، عندها داكشي متقون. غير هاد الغسول هذا البنات انا كنت كناخذو من عند العطار، وملي كنفزقو كيبقى لي بحال الحجره، حيت كاين اللي كيشري داكشي سواقي، اما هذا راه مصايب على اليد، زعما مصايب في الدار. انا غادي نوريكم انا فاش درتو. وخلاص هاد الفكره هذه ديال ان شاء الله غادي نقولها تحطوا لينا. اما الغاسول راه ديجا هي مصايبه وحاطاه في القناه ديالها اللي ما مشاركش عند سعيده الداووديه. بالنسبه للغاسول هانتوما انا درتو في البلاستيكات البنات. شحال هذه الا تعقلوا في الزمن الجميل ما كنا كنديروا لا برودويات لشعرنا لا حتى شي حاجه. كان الغاسول وما ادراك من الغاسول والحنه. لما لا اي وحده جالسه في الدار تبغي دير شي حويجه بحال هكا، شي مشروع بحال هكا صغيور، راه كلشي بدا من الزيرو، كلشي بدا بشويه بشويه، وربي سبحانه وتعالى كيسر الامور. هكا كنهزوا راسنا شي شويه، ما كنبقاوش دائما كلشي معتمدين على الراجل يعطيه لينا فلوس الحمام. داكشي اللي كنحتاجو حنا راسنا كريماتنا هذا. فالانسان اي مرة جالسه في الدار وبغات دير شي حويجه بحال ما هكايا، لما لا؟ ما فيها حتى شي حاجه وماشي عيب. العيب هي شي حاجه خايبه ما كيبغيها لا الله لا العبد. اما شي حاجه بحال ما هكايا الانسان كيسر الامور ديالو، كيهز راسو، كيعاون بها في الدار، فلما لا؟ فما بقى لي الا نقول لكم اخواتي شكرا لكم بزاف، الله يحفظكم، بارك الله فيكم.